السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل لكم شوية شعرية. عايزة اقول لك بقى بالسكر بس بطريقة جديدة خالص هتعجبك قوي، بس ما تنسيش تعملي لايك للفيديو علشان يوصل لك كل جديد. ويا سلام بقى لو دعوة حلوة من قلبك. اول حاجة جبت الحلة بتاعتي وحطيتها على النار، حطيت بقى ايه شوية سمنة بلدي كده معتبرين. عايزة اقول لك الاكلة دي من احلى بالسمنة البلدي، والسمنة بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزة اقول لك تحفة وجميلة وريحتها. عايزه اقول لك تتاكل لوحدها. انا على فكره شفت ناس على الفيسبوك كل يوم بيعملوا الشاي بتاعهم، بيحطوا السكر بتاعهم والشاي بتاعهم عادي، بيحطوا معلقه من السمنه البلدي. يعني انا كنت بقول لنفسي زمان الناس دي بتعمل ايه، بس لما يعني من حلاوه السمنه البلدي وجمالها بتبقى عايزه تشمي فيها كل شويه وتاكلي فيها بجد والله حقيقي. اول حاجه جبت بقى الشعريه بتاعتي وابتديت اللي انا ايه اقلبها كويس جدا. طبعا الشعريه يا جماعه عايزه اللي انت تقفي لها على النار، ما ينفعش اللي انت تسيبيها حتى لو دقيقه واحده. لو سبتها دقيقه واحده عايزه اقول لك هتشعوط معاكي. هدي بقى النار بتاعتك وافضل هدي بقى النار لحد ما تبتدي اللي هي تستوي براحتها. طبعا عايزه اقول لك لو انت عليت عليها النار هتشعوط معاكي بسرعه. فطبعا عشان اللون بتاعها يبقى كويس ويبقى حلو ويبقى الكل بقى موحد، جبت حطيت هنا ايه معلقه كده من السكر. طبعا المعلقه دي عايزه اقول لك ما شاء الله بتخلي اللون بتاعها موحد وبيبقى جميل. وابتديت بقى اللي انا اقلب فيها كده. عايزه اقول لكم انا فضلت قاعده لحد الساعه 7:30 بالليل. خلاص بقى انت بتيجي عليك المغرب مش عايزه تعملي اي حاجه. فاول بقى ما العيال قالوا لي احنا عايزين حاجه حلوه. طب احنا عايزين حاجه حلوه، عايزين ناكل حاجه حلوه. قلت بس مفيش احلى من الحاجه الحلوه اللي هي الشعريه. حطيت كده شويه زيت حلوين نضاف، طبعا نضاف يعني مش بتاع التموين. تمام. وابتديت اللي انا اقلب فيها برضو كويس جدا. بص ايدك ما بتسيبهاش خالص نهائي، دي اهم حاجه في الموضوع. عايزه اقولك بقى يعني عايزه اللي ريحه السمنه البلدي مع الشعريه ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقولك انا بشم ايدي من ريحه السمنه البلدي جميله اول ما ابتدت تحمر معايا. طبعا بصي اللون بتاعها ذهبي وجميل. تمام. انا ما بحمرهاش اكتر من كده لان ما بحبهاش اللي هي تغمق معايا، علشان ايه ما تحسهاش اللي هي مررة. حطيت هنا كوبايتين من الايه من الشعريه، كوبايتين من الشعريه، كوبايتين من اللبن. وحطيت عليها كميه السكر، مش حطيت عليها كميه السكر الكميه بتاعتك اللي انت عايزاها. شوفي انت يعني بتحبي الحاجه عادبه بتحبي الحاجه متوسطه. انا بحب الحاجه متوسطه فحطيت ايه شويه على قد. وسبتها بقى لحد ما ابتدت تستوي على النار. وهقلب فيها. طبعا يا جماعه انا مش عايزاها ايه سوا كامل. تمام. يعني لسه ايه فاضل تكه بسيطه كده علشان اعملها لكم، عشان لما تعمليها وتجربيها تدعيلي دعوه حلوه من قلبي. هي كده خلاص بدأت اللي هي بقى تشمع معايا. وطيت عليها النار، شفت السمنة البلدي انا هان عليها احط الطبق كله رغم ان انا حتى ما شاء الله جميلة. انا عايزة اقول لك بشم ريحة السمنة البلدي جميل. تعالوا بقى نشوف التركة الجميلة اللي عايزة اقول لك بقى هتودي الشعرية بسكر بتاعتك دي في حتة تانية. طبعا احنا داخلين علينا الشتاء، وطالما داخل علينا الشتاء لازم بقى نعمل حاجة حلوة كده تكون سهلة وبسيطة. حطيت هنا كريم كراميل. جبت هنا حوالي نص كيلو من اللبن. عايزة تكتري تحط كيلو يعني اللبن دي على حسب اختيارك انت. تمام. وحطيت هنا كمان الكيس اللي هو الكريم كراميل. عايزة اقولك الكريم الكراميل التاني اللي هو البني، سبحان الله لله في لله انا ما بحبوش، ما تعرفيش ليه. بس انا هضطر اللي انا احطه طالما يعني ايه مش هيأثر معاكي. خلاص جبت بقى خلاص الشمعت معايا وابتديت بقى اللي انا انزل بقى ايه الكريم كراميل بتاعنا. طبعا هتنزلي بقى كل حاجة مفيش اي مشكلة. عايزة اقولك بقى يعني الخلطة دي يا جماعة لو حطيتها على الشعرية حرفيا بتوديكي في حتة تانية خالص. مغذية ومفيدة جدا جدا لو انت هتعمليها لعيالك الصبح وهم رايحين مثلا المدارس على السريعة. هي ما خدتش معاك ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. ولو عيالك ما بيحبوش اللبن لا اعملي انت بالطريقة دي ما شاء الله اللهم بارك جميلة. جميلة وحلوة قوي. خلاص هتاخد بس معايا كده غلوة. واحط بقى الكريم كراميل اللي بقى يعني ايه يعني هقول لكم مغصوب عليه. طبعا العيال اللي واقفين لي وفرحانين بيه فحطيتهم له. فانا قلت لو غير طعمه مش هاكل منها يعني هاكل على القد. عايزه اقول لك ولا غير طعمه ولا اي حاجه خالص. بصي قلبيها بقى تقليبه كده جميله وهات الطبق بتاعك. بسم الله اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وريحتها بقى وريحه السمنه البلدي جميله 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 ما شاء الله اللهم بارك. اهي.
تعالوا بقى ندوق طعمها. بسم الله ما شاء الله، انا جبت بنتي هي تدوق، قلت لها دوق الاول، قالت لي جميله. جميله على فكره، كنت عايزه اسيب لكم المقطع ده بس يعني ايه، قلت يلا مش مشكله، انا كتمت الصوت كله علشان ما يبقاش ايه، يبقى الصوت بيبقى باين في الازعاج. جبت لي بقى انا كمان معلقه، قلت لا انا هدوق بقى، انا هدوق. عايزه اقول لك جميله وسكرها حلو ومغذيه. اعمليها بقى، مش هتاخد معاكي 3 دقايق. لو انت بتعمليها بالطريقه العاديه وعيالك ما بياكلوهاش، لا انت بقى زودي التركه دي. عايزه اقول لك حرفيا هتوديكي في حته تانية. متنسيش دعوه حلوه.